ناس كتير بيجوا نبقى ماشيين بالعربيه بشكل كويس جدا، ويجي اول ما حد يزمر له وراه يبتدي ان هو يتوتر والعربيه تفصل منه، وما يبقاش عارف يسيطر على العربيه ولا يبقى عارف يعمل اي حاجه خالص، ويبقى طول الطريق ماشي كويس جدا ويقف ويطلع ويلف ويعمل كل حاجه، ومجرد بس ان حد يزمر له او حد يجي جنبه هنا يبتدي ان هو يتوتر ويخاف قوي من الناس. طب انت خايف من ايه؟ يقول لي ما هو اللي ورايا بيزمر لي بيستعجلني. هو ده السبب يخليك تغلط هنا؟ يقول لي ما انا خلاص اتوترت. طب ما انت تركز في عربيتك، يعني دايما كشخص مبتدئ فانت مش هتعرف تركز في اكتر من حاجه مع بعض، يعني مش هينفع تركز مع الناس اللي وراك والناس اللي قدامك والناس اللي جنبك وكل الناس ديت. فانت عشان تمشي بشكل كويس بالعربيه مهم جدا ان انت تركز مع نفسك ومع حاجتك، يعني شوف الحاجه اللي انت بتروح لها او الحاجه اللي انت بتعملها وركز فيها. انا والله دلوقتي بطلع بالعربيه خلاص، يبقى كل تركيزي في الدبرياج لو مانوال مثلا، انا بلف دلوقتي يبقى كل تركيزي في الدركسيون او في المكان اللي انا رايحه، انا بعمل الحاجه ديت، انا بقف يبقى كل تركيزي في الفرامل. يبقى انا عشان امشي بشكل كويس محتاج ان انا اركز في عربيتي، انا مش محتاج اركز مع الناس، لان هنا تركيزك مع الناس هو هيوترك ومش هيديك اي افضليه في الشارع. يعني مش معنى ان انا مثلا مركز مع اللي ورايا ان انا كده همشي بسرعه، او ان انا اللي ورايا زمر لي وانا بصيت له فكده عربيتي هتمشي على طول. لا، انت هنا العربيه هتفصل منك، العربيه مش هتمشي عشان انت مش مركز في حاجتك.